في ناس بتفتكر ان العلاج بالاكسجين النشط ده حاجه جديده، الحقيقه غير كده. الاكسجين النشط ده هو اكسجين ثلاثي الذره، بدل ما الاكسجين بيبقى العادي ذرتين اكسجين بس أ2 او O2، ده بيبقى 3 ذرات O3 او أ3. في ناس بتفتكر ان العلاج بالاكسجين النشط ده حاجه جديده، الحقيقه غير كده. علاج الاكسجين النشط ده موجود من سنه 40 القرن الماضي، بعد الحرب العالميه او اثناء الحرب العالميه الثانيه. كانوا استخدموه في علاج الجروح اللي بتحصل في المانيا، بتحصل للمصابين الحرب، وجاب نتائج كويسه. وابتدى من ساعتها يعملوا ابحاث على الاكسجين النشط في كافه المجالات، مش في الجروح بس. عشان نعرف الاكسجين النشط بيعالج ايه، الاكسجين النشط بيخش في علاج امراض كتيره، بس عشان نفهم ده بيحصل ازاي لازم نوضح للناس ان احنا اي واحد لما بيعيا احنا بنمرض ازاي او بنعالج. المرض اللي بيحصل لاي شخص بالنسبه لجهازه التنفسي او اي اجهزه من اجهزه الجسم، ده بيأثر في اعضاء. الاعضاء دي في الاخر مكونه من خلايا. التأثير بيحصل في اي مرض بيأثر على الخلايا. التأثير اللي بيحصل الخلايا ده بيحصل في صوره تفاعل كيميائي. التفاعل الكيميائي ده موجود في الخليه، هو اللي بيظهر في الاخر صوره المرض. ايا كان المرض بيعتمد ده على التفاعل الكيميائي اللي حصل في الخلايا. فدي الاساس في علاج الاكسجين النشط، ان علاج الاكسجين النشط بينشط او بيشيل تأثير الامراض من خلال تغيير التفاعلات الكيميائيه اللي بتحصل للخلايا. الاكسجين النشط لما بيدخل الجسم بيعمل مجموعه من التفاعلات الكيميائيه اللي بتاثر على خلايا الجسم بشكل ايجابي. ده بيحصل في اي جهاز من اجهزه الجسم ايا كان المرض الموجود. فتأثيره العام احنا ممكن نلخصه في ان هو مضاد، بيشتغل كانه مضاد حيوي، يعني بيساعد مضادات حيويه، مضاد للالتهاب، مضاد للتورم، بينشط خلايا الجسم للالتئام، بيشتغل كمنظم لجهاز المناعه، وفي نفس الوقت هو بيعمل تكيف للجسم عن طريق ان هو مضاد للاكسده، بيشيل حاجه اسمها الشوارد الحره اللي بتبقى موجوده في الجسم. بالنسبه لعلاج الاكسجين النشط، في حاجه لازم نوضحها للناس، ان الناس بتفتكر ان علاج الاكسجين النشط ده هو علاج قائم بذاته او لوحده او بيشتغل لوحده. لا، العلاج الاكسجين النشط ده علاج مكمل للعلاجات الدوائيه اللي ممكن واحد يكون بياخدها. فلما يكون واحد عنده مرض السكر، هو احنا بنديله علاج الاكسجين النشط جنب علاج السكر، واللي عنده القلب بياخد والضغط بياخد علاج الاكسجين النشط جنب العلاجات بتاعته، او الروماتويد او ما شابه. فهو علاج تكميلي وليس علاج بديل، دي حاجه لازم نوضحها. طب ايه الامراض اللي ممكن يعالجها او يساعد في علاجها؟ مرض السكر، وامراض القلب والضغط والدوره الدمويه، وامراض المخ والشيخوخه والزهايمر وجلطات المخ والاورام. دول امراض بتسبب وفيات وبتسبب اكبر نسبه من الامراض اللي موجوده دلوقتي. العلاج الاكسجين النشط بيخش كعامل مساعد هام جدا وفعال جدا في علاج الامراض دي ومضاعفات. فلو قلنا على سبيل المثال مرض السكر، لو حد بيشتكي بمرض السكر والسكر عنده بقاله مده، بيبتدي يشتكي مشاكل بالنسبه للعين، للكلى، للاطراف، ممكن يحصل جروح في القدم، ممكن يحصل مشاكل في الكلى، يحصل مشاكل في القلب. ده بيحصل نتيجه حدوث تصلب في الشرايين او قصور في الدوره الدمويه الطرفيه. الاكسجين النشط بيساعد على ان هو يشيل الاثار الجانبيه للسكر دي بشكل فعال، ويساعد على ان الجسم يقدر يعوض الخلايا اللي هو فقدها بسبب السكر، واللي ما بيكونش ليها علاج مرضي او مدي نتيجه كويسه بالادويه العاديه. زي مثلا لو قلنا لو واحد بيشتكي بالسكر، بيحس بتنميل في رجليه او شكشكه، وراح للدكتور وقال له ان ده من السكر، وكتب له علاجات بيمشي عليها لفتره طويله وبيعمل تحسن بنسبه صغيره. لما بياخد العلاجات دي مع العلاج الاكسجين النشط بياخد نتيجه وفرق مختلف خالص. الحاجه الثانيه اللي بيساعد فيها علاج الاكسجين النشط بدرجه كبيره جروح السكر وجروح القدم. والحمد لله احنا بفضل الله يعني ان احنا في حالات كتيره كانت مهدده بالبت وفي الاطراف وفي الصوابع، والجروح بتاعتها ما كانت بقى لها سنين ما بتقفلش، قفلت بعلاج الاكسجين النشط وبغيار اكسجين النشط، كريمات الاكسجين النشط على الجروح. لو بتشتكي بخشونه في ركبتك او انت بتشتكي بخشونه بالركبه ورحت للدكتور كتب لك العلاجات لفتره طويله تعبت معدتك او قالوا لك ان هي بتاثر على الكلى، رحت للدكتور وقال لك ان الخشونه بتاعت ركبتك ملهاش حل غير تغيير المفصل، وانت خايف من عمليه تغيير المفصل او مش قادر عليها، في علاج بديل او علاج ممكن نعمله، وهو علاج الاكسجين النشط. مش هيضيع لك الخشونه، انما هيساعد في ان هو يريح الالام والالتهابات اللي موجوده، بحيث ان انت تقدر تمشي او تقدري تمشي على رجليكي بشكل احسن من اللي موجود دلوقتي.
عندك سكر، رحت للدكتور قال لك في مشاكل في عينيك بسبب السكر، او انت بتعمل تحاليل لقيت في وظائف الكلى فيها مشكله، بيجي لك تنميل في رجليك او شكشكه، او حصل لك جرح في رجلك ما قفلش، او سمعت عن ان حد حصل له جرح في رجله وقعد مده طويله ما بيقفلش بسبب السكر. الاعراض دي بيبقى ليها علاقه بمرض السكر بقاله قد ايه، مش السكر دلوقتي قد ايه، مستوى السكر في الدم. والاعراض دي ما بتخفش بالادويه والعلاجات التقليديه. علاج الاكسجين النشط علاج مكمل هام وقوي وفعال، واثبتت التجارب ان هو والابحاث ان هو بيجيب نتيجه كويسه جدا في علاج المضاعفات بتاعه مرض السكر. فاكيد هتلاقي حل للمضاعفات دي موجوده عندك. لو عندك حاجه من الامراض المزمنه اللي احنا قلنا عليها ممكن تشرفنا في عيادات هيلث كير. علاج الاكسجين النشط بيساعد كعلاج مكمل في علاج مضاعفات الامراض المزمنه بشكل مؤثر. شرفنا في عيادات هيلث كير، هتلاقوني انا الدكتور هاني صلاح الدين، استشاري علاج الاكسجين النشط والاكسجين المضغوط بالقوات المسلحه، اكثر من 18 سنه خبره في العلاج بالاكسجين. عالجت حالات كتير جدا فيما يخص الاكسجين في كافه التخصصات: خشونه ركب، قدم سكري، شلل اطفال، حالات توحد، حالات التهاب القولون التقرحي. كل الحاجات اللي نتائج الادويه عاديه ما بتجيبش فيها نتيجه كويسه، العلاج المكمل ليها بالاوزون بيخلي نتائجها احسن. اتصلوا بينا وشرفونا، هنكون في استقبالكم.